في حي شعبي مزدحم حيث الضوضاء لا تتوقف والناس منشغلون في هموم حياتهم اليومية، كانت هناك مطبعة صغيرة قديمة تطل على شارع ضيق. هذه المطبعة لم تكن تطبع الكتب أو الجرائد، بل كانت مكانا يديره رجل غامض يدعى حسن الطباخ. حسن كان معروفا بين سكان الحي بأنه طباخ ماهر يقدم وجبات شهية بأسعار زهيدة، لكن ما لم يكن يعلمه أحد أن وراء تلك الوجبات سرا مروعا. كل شيء بدأ عندما لاحظ أحد زبائنه أبو زينب أن طعم اللحم في وجبة حسن يختلف عن أي لحم آخر. كان ناعما بطريقة غريبة وله نكهة لم يستطع تفسيرها. رغم ذلك لم يلتفت أحد للموضوع، لأن الجميع كان مشغولا بملء بطونهم. حسن كان يعيش وحيدا في غرفة صغيرة فوق المطبخ. لم يكن يعرف عنه الكثير، إلا أنه جاء إلى الحي قبل بضع سنوات وبدأ في إعداد وجبات طعام غريبة لفتت انتباه الجميع. كانت الزبائن تأتي من أماكن بعيدة لتناول طعامه. في ليلة هادئة حدث ما لم يكن في الحسبان. انبعثت رائحة كريهة من المطبخ، رائحة حادة لم يستطع الجيران تحملها. شكا أحدهم إلى الشرطة، فجاء الضابط محمود مع فريقه لتفتيش المكان. عندما دخلوا المطبخ كان كل شيء يبدو طبيعيا في البداية، أواني الطبخ نظيفة والمكونات مرتبة، لكن عندما فتحوا الثلاجة وجدوا أكياسا مغلقة بإحكام تحتوي على لحم يبدو غريبا. تردد محمود، لكنه قرر إرسال العينة إلى المعمل الجنائي، وفي أثناء التحقيق اكتشفوا شيئا صادما. اللحم لم يكن لحم حيوان، بل كان لحما بشريا. صدم الجميع، لكن الصدمة الأكبر جاءت عندما وجدوا في غرفة حسن مجموعة من الصور القديمة تظهره بجوار أشخاص مفقودين في الحي. بعد القبض عليه اعترف حسن بكل برود، قال إنه كان يستهدف المشردين ومن لا يسأل عنهم أحد، يقنعهم بالدخول إلى مطبخه بحجة إطعامهم، ثم يقوم بتخديرهم وقتلهم. بعد ذلك يستخدم لحمهم في إعداد الوجبات التي يبيعها للزبائن. كان يبرر أفعاله بأن العالم مليء بالظلم وأنه كان يعطي قيمة لمن لا قيمة لهم. حكم على حسن بالإعدام، لكن الحكاية ظلت عالقة في ذاكرة الحي. لم يستطع أحد نسيان تلك اللحظات المرعبة، وخاصة عندما تذكروا أنهم أكلوا من طعامه يوما ما. أغلق المطبخ، لكن الناس ظلوا يتحدثون عن طباخ الجثث كقصة لا تنسى. وبقى السؤال: كيف يستطيع إنسان أن يصبح وحشا بهذا الشكل؟ هل تعتقد أن هناك المزيد من أمثاله؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من القصص المثيرة والغموض. انتظروا المزيد من القصص الواقعية والأساطير المدهشة قريباً.